السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر. اليوم ان شاء الله غنديروا قراءه البنت البيضاء اللي هي متزوجه وغير متزوجه، مطلقه، عزباء او ارمله. كل وحده كيفاش تنطبق عليها القراءه على حسب الظروف ديالها. تسليم الله تسليم رجال الله. طبعا القراءه بالمجمع اليهودي او المحله اليهوديه. مسلمين طالبين التسليم. بالنسبه للناس اللي باغيين يتواصلوا معنا على الرقم ديال الخاص للقراءات الخاصه وكذلك الاعمال الخاصه، غتلقاو الرقم ديالنا على الشاشه فين ما كنتو في العالم. فحنا كنتواصلوا معكم نتوما في الاماكن ديالكم، ما كتحتاجوش نهائيا تنقلوا عندنا. فمرحبا بالجميع. نبداو ان شاء الله على بركه الله القراءه. هنا كنشوف البنت البيضاء اللي عندها الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو بيت طويل عريض الكتاب. هذا الانسان دابا حاليا عنده الطاقه ديال المراقبه اتجاهك. غادي تقول لي لا راه ما تيهضرش معايا، ما كيتواصلش معايا، مثلا بلوكيني ولا. نعم، كاين هاد المجموعات وكاين هاد الطاقات، ولكن في نفس الوقت حبيبتي هاد الانسان راه كيراقبك من واحد الجهات واحده اخرين انت ما عندكش العلم بهم نهائيا. هاد الانسان راه تيراقبك، مازال غادي تهضروا. اذا كانت بيناتكم بلوكات مازال غادي تحيد وغادي تصالحوا. اذا كان ابتعاد ولا خصام ولا راه مازال غادي تصالحوا. يعني هنا مازال كاين استمراريه في العلاقه ورجوع للعلاقه. غير هو البيض طويل عريض الكتاف ما تيفكر شيء في الزواج، ما كيفكر شيء في الزواج في الطاقه الحاليه. هذا الانسان مازال خصو وقت باش يمكن يفكر في الزواج. اما يعني في الطاقه الحاليه هذا الانسان ما كيفكرش في الزواج. بالنسبه لي هذه العلاقه عاطفيه. اما اذا كان هذا الانسان هذا زوج، فهذا الانسان هذا حبيبتي مازال بيناتكم استمراريه ومازال بيناتكم الرجوع لبيت الزوجيه والعيش. غير كما قلت لك حبيبتي في الاول، ردي بالك لان السيد راه كيراقبك. بالنسبه للبيضاء اللي عندها الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو مقلوب اللبس، الراجل تيشتغل في الميدان الاداري. اسمعوا لي البنات، الحكومي ماشي الاداري، يعني في المخزن البنات. هذا السيد هذا دابا حاليا هنا اول حاجه، اذا كان هذا الانسان هذا حبيب، هذا الانسان كان باغي يتزوج بك وكان داير هاد القضيه في الراس ديالو وكان باغي يدير هاد الخطوه، ولكن الخصام الاخر اللي وقع بيناتكم تلفت على مساله ديال الزواج، ولا عنده طاقه ديال التردد في المساله ديال الزواج. ما بقاش من الاخر نقول لك بنت البيضاء، ما بقاش باغي الزواج. هو في الاول كان باغيه. غادي تقولي لي لا ما كانش كيقول لي ولا، ولكن ولو ما كيقولكش بالنسبه للمجموعه اللي ما كانش كيقول ليها، ولكن الانسان كانت في بالو انه يتزوج بك، رغم انه مثلا ما تيقولكش، وراه كاين مجموعه اللي كان كيقول لك. ودابا المشكل اللي وقع بيناتكم التالي والخصام اللي وقع بيناتكم في التالي ولا هاد المشاكل، شنو وقع؟ هاد الانسان ولا صرف نظر على مسألة الزواج. أما إذا كان هذا الإنسان هذا زوج، ومثلا انت خارجة من الدار أو لا هو خارج من الدار، المهم واحد فيكم خارج من الدار، أو حتى إذا كنتو مثلا عايشين في دار وحدة ولكن ما كتهضروش مخاصمين، وهنا حبيبتي البيضاء كنقول لك راكم مازال غادي ترجعوا للبيت الفراش. الا كنتي انت خارجه غادي ترجعي، هو غيرجعك. الا كان هو خارج غادي يرجع. الا كنتو عايشين في دار وحده وبيناتكم خصام ومشاكل غادي تصالحوا. شتي نتيا ومقلوب اللبس راه ما عندكمش الفراق. فغير سيري وتهني مع راسك، راه كوني متاكده ان مقلوب اللبس راه ما عندكش الفراق معاه كاع، باش نقول لك اللي كاين. اما اللي عندهم العاطفيه، العلاقه العاطفيه، واخا هو ما بقاش باغي الزواج ولا صرف نظر على هذه المساله هذه، ولكن ما تنسيش ان هذه راه غير مجرد طاقه. ممكن في اي وقت يعني ملي تصالحوا وترجعوا راه ممكن يصفى خاطر ويولي
كتفكر في الزواج. هذه راها غير طاقه. دائما كنصحكم تتبعوا القراءات والطاقات باش تعرفوا الجديد عند الحبيب. المهم هاد الطاقه هذه الحاليه راه صرف نظر، ولكن ممكن تبدل الطاقه ديالو مع المده او مع الصلح. تفهمنا البنت البيضاء؟ اما بالنسبه للبيضه اللي عندها الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو سمر مربوع القد عنده ركوب الحديد، فهاد الانسان هذا حبيبتي جاي لعندك بالقلب الصافي. هنا بالنسبه للمجموعه اللي هما ازواج، ودابا حاليا عندكم محاكم، عندكم محكمه بينك وبين هذا السيد هذا. انا الطاقه اللي طالعه لي قويه هي ان السمر مربوع القد ومع البيضاء عندهم محكمه. ها هي هنا مجموعه كبيره، غادي نقدر نقول لكم من 70 حتى 80% غادي يتصالحوا. المجموعه القليله هما اللي ما عندهمش الصلح. اما اذا كان هذا الانسان هذا حبيب، فهذا الانسان راه جايك بالقلب الصافي وراه باغي يتصالح معاك وباغي يهضر ويتكلم معاك، وعنده الطاقه ديال الاشتياق ليك قويه بزاف. لا اله الا الله. بالنسبه لي البيضاء اللي عندها الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو حنطي مربوع القد عنده ركوب الحديد، فالانسان حبيبتي قريب منك بزاف بزاف، تيحبك ومتعلق بك لواحد الدرجه كبيره، تانتي كتحبيه وتانتي كتموتي عليه كتبغيه. هنا المشكل عند البنات طاقات. كاين هنا مجموعه اللي هاد الانسان تبدل عليك وتغير، ومجموعه اخرى اللي نتيا البيضه اللي تبدلتي وتغيرتي. وهذا الشيء راه لاحظوا الحنطه المربوع القد، لاحظ بانك تبدلتي وتغيرتي. علاش اختي تبدلتي وتغيرتي؟ ياك لاباس الحنطه كيبغيك كيموت عليك وباغيك وباغي يرسم معاك العلاقه، واخا يكون بيناتكم خصام، انت راه باغي يتصالح معاك، باغي يهضر ويتكلم معاك، باغي يرجع لك، وراه موحش فيك، عنده طاقه الاشتياق. علاش البنت البيضاء تغيرتي وتبدلتي؟ انا غنقول لك راه ما غاديش تلقاي بحال الحنطي. اييه ما غتلقايش بحالو، كيحبك وكيموت عليك وكيبغيك وجاي لعندك بالقلب الصافي، باغي يتصالح معاك، وإلا كان حبيب باغي يتزوج بيك، وإلا كان زوج باغي يرجع العلاقه الزوجيه كما كانت في الاول. ولو تكونوا في محكمه، ولو تكونوا طلقتوا، ولو تكونوا غضبانين على بعضياتكم، او شي واحد خرج منكم من الدار، او لا ما كما كانت الطاقه باغي يتصالح معاك. السيد مرض صاحبتي، والسيد مرض شنو هي مرض بهذا الشيء اللي راكي دايره. ولكن بيني وبينك البيضه برافو عليك، يعني ما يتسالك، يعني وريتيه العين الحمراء، بينتي له العين الحمراء باش مره اخرى ما يعاودش يكرر الغلطه. بينتي له اشنو كتسواي، وفعلا راكي ربيتيه. نقول لك من التالي فعلا داكشي اللي بغيتي راكي وصلتي له، راه تربى. يعني نقول لك من التالي القراءه هاد القراءه كتنطبق على المتزوجين واللي غير متزوجين. بالنسبه لي البيضاء اللي عندها اوراق على طابله المخزن، اوراق على طابله المخزن، هاد الاوراق على قبل الحاجات الثقيله، هاد الاوراق على قبل الحاجات الثقيله. سمعي مزيان البنت البيضاء، كنشوف كتفكري فيهم بزاف على العشيه وعلى نجوم الليل. شتي هاد الاوراق وهاد الحاجات الثقيله مازال غتكون في حجرك، ومازال غتزهري عليها، ومازال غادي تفرحي عليها،
ومازال غيكون عندك فيها تيسير وتسهيل الامور، وغادي تسمعي عليها اخبار اما في رساله او لا في مكالمه. وهاد الاخبار هادي زوينه بزاف، غادي تفرحي بزاف على هاد الاوراق اللي على قبل الحاجه الثقيله. فبلا ما تبقاي تخممي وبلا ما تمحني راسك، غير نعسي على يدك د اليمين، حاجتك راها مقضيه. بالنسبه لي البيضاء اللي عند الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو بيض مربوع القد عنده ركوب الحديد، هذا سبب انه باش تلفت عليك وباش عطاك بالظهر وباش خرج من العلاقه او باغي يخرج من العلاقه العاطفيه ولا الزوجيه، القراءه كتنطبق على الطرفين. هي هاد السيده هادي اللي من دمه، سيده كبيره من الدم ديالو، ممكن اختو مو شي وحده كتجي قريبه منه بزاف، هذه هي سبب مشاكل. دخلت بيناتكم، شنو دارت؟ فرقت بيناتكم. اسحار دخلت بها حتى العتبه ديالك، اسحار دخلت بها حتى العتبه، وخصوصا المتزوجين. الحين طيه دخلت اسحار حتى العتبه، وهي السبب ديال المشاكل والصداع. انت اصلا الصداع ديما نايض عندك في الدار، ما عارفاش مناش، لان الحنطيه دخلت لك السحر للدار، وهذا هو السبب ديال المشاكل ديالك، لا بينك وبين ولادك ولو بينك وبين راجلك. والمهم الصداع اللي نايض عندك في الدار سببه الاسحار. دابا البيض تلفات وباغي يخرج من العلاقه الزوجيه ولا العاطفيه، هاد السيد باغي يخرج ولكني ماشي الخاطره، راه الاسحار هي السبب باش باغي يخرج هاد السيد من العلاقه. فحبيبتي الى نطي وجمعتي الوقفه وكنتي قاده، هي نطي حيتي هاد الاسحار، وإلا كنتي عرفتي هاد السيده هادي وقفيها عند حدها. الا درتي هاد الشيء فكوني مأكده غادي توصلي لهاد الورقه. عارفه شنو هاد الورقه هادي؟ هي ورقه تحقيق الامنيه، يعني داكشي اللي في بالك مع البيض المربوع القد راه غايكون. لا اله الا الله. بالنسبه للبيضاء اللي عند الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو سمحوا لي البنات، محينتي طويل عريض الكتاف، انا اللي راني مقلوبه ماشي هذا والله العظيم هذا ماشي مقلوب اللبس البنات، هذا حينطي طويل عريض الكتاف اللي عند الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها، حينطي طويل عريض الكتاف. نهضر اذا كان حبيب وبينك وبينه العلاقه الغير الشرعيه، يعني علاقه فراش. علاش دابا نتيا ندمان؟ انا بغيت غير نعرفك دابا انت كديري الحاجه وكتندمي. ما فهمتكش البيضه، ما فهمتكش. انت كتمشي معاه وكتمشي مع ديري معاه كلشي وعايشه معاه بحال مزوجين والفراش وكل شيء، وفي التالي كتندمي. علاش انت فيك هاد الطاقه هادي؟ من الاول ما ديريش معاه هاد الشيء هذا. لا انا باغيه نتزوج به، الا تبدل عليا. البنات راه انا نقدر نقول لكم 99.99% راه ديال الرجال اللي كيديروا العلاقه الغير شرعيه مع البنت وكيتغيروا عليها وكيتبدلوا عليها. علاش صاحبتي؟ انه داكشي اللي باغي كيكون وصل ليها البنت البيضاء. علاش هو غادي يرسم معك هاد العلاقه بما انه هو واصل لك فابور؟ راه البنات
قليل اللي كيدير علاقات فراش مع البنت وكيكمل معاها الزواج. باش نقول لكم اللي كاين، راه اللي كدير علاقه فراش مع الحبيب راه ما كتكملش الزواج. خدوها من عندي حبايبي، سيوا اللي ناضت خدمت له شغلو قادات له مسائلو وجابت باباه. اما تقولي هكا راه انا قلت لك. ودابا انتي ندمانه، دابا اللي عطا الله عطاه، ما عندك ما تندمي، وغادي نفرحك. يلا لا ماشي كندير لك خاطرك، ماشي كندير لك خاطرك، راكم عارفيني البنات، انا ما كنديرش الخاطر، انا كنقول اللي كاين. اعوذ بالله من قلت انا، كنقول لك اللي كاين باش تعرفي راسك من رجليك. هنا حبايبي لحسن الحظ ديالك هاد الانسان والله الا باغي معاك الفرحه، ما باغيش يتفلى عليك، ما باغيش يضحك عليك، غير هو عنده مشاكل ماديه. هذا وكان داكشي باش كتشوفي انه ما باغيش يتزوج، انه كيتهرب، انه كيتبدل كيتغير، او ملي كتهضري له على الزواج كتلقاي السيد راه غير ما راضيش يقول لك انا عندي مشاكل ماديه. تفهمنا البنت البيضاء؟ راه باغي معك الفرحه والله الا ولد الناس، انا كنحلف لك بالله هذا راه ولد الناس. خديها من عندي. تفهمنا البنت البيضاء؟ اما اذا كان هذا الانسان زوج، ندوز للناس اللي مزوجين. هنا كنشوف البيضاء شديتي على هذا الزوج هذا، حصلتيه، شديتي عليه الخيانه. انا اللي طالع لي شد عليه الخيانه، ما غاديش تحتاجينيش انا نقول لك راه تيخونك. انتي راكي عارفه دابا شد عليه الخيانه، وانتي مأكده بانه كيخونك، وشتي الخيانه بعينيك. وكنشوف كي باكيه بالدمع العشيه وعلى نجوم الليل على هاد الخيانه، وراجلك ما بغاش يتوب على هاد الحرام اللي كيدير، ما بغاش يتوب، وكيزيد عاد من الفوق يتخاصم معاك بحال زعما ما داير والو هو. هذا هو اللي كنقولوا له حنا اللي عواج نقاد ضمو، هو هذا. دابا انتي هذا عندك عواج، اشنو خصك ديري له؟ تقادي مو تقاديه، لان هذا انا كنشوفو ما زايد فيه. باش نقول لك اللي كاين، هذا زايد فيه. يا اما تنوضي تواقدي وتكوني مرا وتجمعي له الطويل وتقفي اصل دموع العيالات، ما يبقى يحمل حتى وحده. ماشي داك الثقه في اللي راكم عارفين، ديك البهله اللي كانوا الناس كيديروا شحال هادي. كنهضر لك انا الثقه في انه كيبقى انسان طبيعي كيمارس حياته الجنسيه طبيعي، ولكن ثقه في انه يكره النساء. الا انتيا انتي اللي تبقاي تباني له مرا، ولكن النساء الاخرين مابقاش يديها فيهم، ديك الساعه ما بقاش يدير لك الحرام. لا اله الا الله. بالنسبه للبيضاء اللي عندها الحبيب ديالها ولا الزوج ديالها اللي هو سمر طويل عريض الكتاب، حبيبتي هنا هذا الانسان عنده حنطيه، كيهضر ويتكلم معها، عنده معها علاقه من الاخر. نعطيك انا الخلاصه، ما نمشي ما ندور ما نلف ما ندور. عنده الحنطيه داير معها علاقه، سبب فراقكم، سبب شتاتكم، سبب طلاقكم، سبب العلاقه العاطفيه ما تبقاش. القراءه كتنطبق على المجموعتين، مزوجين اللي ما مزوجينش، عاطفيا ولا رسميا. السيد كيهضر مع الحنطيه المربوط القد، مازال صغيره، صغر منك، صغر منك، كيهضر ويتكلم معها وداير معها علاقه، ما باغي معها زواج، ما باغي معها والو، داير معها علاقه كيما دايرها معاك انت. الا كانت بيناتكم علاقه عاطفيه حتى هادي داير معها العلاقه العاطفيه. الا كانت بيناتكم علاقه زوجيه مصاحب مع هادي زاغه ونبينا عليه السلام. وداكشي علاش هو كيتبدل، وداكشي علاش هو كيتغير. ومني تشوفيه يتبدل عليك وتغير عليك، عرفي هادي راها دايره بيه. هنا عندي مجموعه كبيره اللي بيناتكم خصام كبير واصلين له، والفراق وتأزم الاوضاع. السبب هي هادي، ما تقولي لي والو، هادي هي السبب صافي.
بالنسبه للبيضاء اللي هنايا البيضاء عندها اختي طاقات بزاف. البيضاء اللي فين مار ما تيديها ما كيسخرش ليها وكتعاني من طاقه الخساره. البيضاء اللي مزوجه مازال سنين واعوام وما ولدتش. البيضاء اللي عيات ما تجري على وظيفه على خدمه او والو ما كتوصلش ليها او كتدخل وكتولي تخرج او الفلوس كتشدهم في يديها كيطيروا ما بين يديها. عندك طاقات سلبيه، عندك عكوسات، قله الحظ كتعاني منه. حبيبتي ماشي مشكله حظ، لا انت عندك الحظ ولكن انت عندك السمره اللي من المعارف ديالك او من دمك او من جيرانك او من اصدقائك خدمت لك اصحاب. حبيبتي شتيهم؟ شتي الاصحاب خدمت لك باش توقف لك حالك، باش ما تولديش، باش اي حاجه تضيع لك ما بين يديك وتحبسك على كل شيء، باش الفلوس ما يدوروش ما بين يديك وبزاف د الحاجات. هاد الورقه الا بقات هادي خلات عليك. نوض اختي تنتجري على راسك. بالنسبه لي البيضاء اللي كنشوفها هنا حبيبتي، البيضاء اللي كتخممي في الطريق العريضه، البيضاء اللي كتخمم في الطريق العريضه، مازال غيوقف معاك السيد اللي خدام في الاداره. الراجل مربوع القد غادي يساعدك وغيوقف معاك، هذا خدام في الاداره في هذه المساله ديال الطريق العريضه، وان شاء الله غادي تيسري فيها وغادي تفرحي عليها ان شاء الله باذن الله. هنا البيضه اللي عندها اسحار وعارفه راسها عندها اسحار، كنهضر على اللي عارفين ريوسهم ماشي اللي ما عارفينش. هنا طالعه لي الطاقه ديال البنات اللي عارفين ريوسهم عندهم السحر وباغا تفكيه، ولكن عندك طاقه ديال التردد والحيره، وهذا السحر هو اللي داير لك ديك التردد والحيره ما مخليكش تبطليه. كتبغي تبطلي ولكن بحال اللي كيجيو يبردك وكديري بناقص. الاسحار هي اللي كتبردك ما مخلياكش تنوضي تنفضي الغبار عليك وتنوضي تبطلي. عندك تردد الحيره، نوضي اختي حيدي هاد الطاقه ديال التردد الحيره وحيدي هاد الاسحار. هادي كنهضر على المسحورات والمسحورين اللي عاد كتخمموا كتقولوا واش نحيد ما نحيد. عاد هادشي فيه تحيدي ما تحيدي، طبيعه الحال خصك تحيدي هادشي هذا قبل ما يولي لك مس، قبل ما يولي لك عوارض، قبل ما يولي لك مصائب كحله في صحتك في رزقك في حياتك. نوضي وحيدي هادشي باش ترتاحي. المهم حبايبي كانت هذه القراءه ديال البنت البيضاء كامله مقبوله. شكرا حبايبي على التتبع والى اللقاء.